إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، لا هادي لنا إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق سوى الله، فكل ما يعبد من دون الله من نبي أو ملك أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر فإنه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إن شاء الله تعالى هنقوم بشرح وافي لعقيدة النصارى الباطلة من خلال الكتاب المدعو المقدس ومن خلال تفاسير علماء المسيحية، ولن نتعرض لأي مرجع إسلامي لضمان الحيادية الكاملة. هيكون لقاءنا إن شاء الله في سلسلة من محاضرات قصيرة، فلن تتجاوز المحاضرة ربع ساعة حتى لا يمل المستمع، وتكون كل محاضرة مستقلة بموضوع معين. إن شاء الله سنقوم بتفنيد معتقد النصارى تفنيد كامل، وسوف نتعرض لمواضيع كثيرة تثبت أن الكتاب المدعو المقدس ليس كتاب من عند الله، وسنتعرض أيضا لكل النصوص المزعومة التي قالت النصارى إنها إثبات لألوهية المسيح، وهنبين فساد هذه الأقاويل وفساد هذه الاستنتاجات. هنوضح أيضا خرافة الفداء والصلب، وهنذكر البشارات التي ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم على القتل والإرهاب والدم والسيف في الكتاب المقدس، والفحش والشذوذ وزنا المحارم وأحكام معاملة العبيد والسراري وملكات اليمين. وهنبين كيف دمر بولس المسيحية، وكيف وصف النصارى الله بأشنع وأقبح الصفات، وكيف دنسوا مكانة الأنبياء وجعلوهم زناة سكارى، ومواضيع كثيرة أخرى إن شاء الله نتعرض لها. طيب، هذه المحاضرات موجهة لمين؟ موجهة في المقام الأول إلى أخي الحبيب المسلم، حتى يكون على وعي بكتاب الآخر، حتى لا يقع فريسة في شباك منصر يطعن له في إسلامه، حتى يستطيع الرد عليه إن اضطره الأمر لذلك. وفي المقام الثاني موجه إلى المنصرين الفشلة التي تطعن في الإسلام بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نقول لهم، لهؤلاء المنصرين الفشلة، ليتكم تردوا على هذه المحاضرات التي تبين فساد معتقدكم قبل أن تذهب وتطعن في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نبدأ على بركة الله، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.